هقولك على افضل طريقه ازاي تعرفي تطلعي بيها اي بعد شاي في اي لبس موجود عندك. كل اللي عليك تصلي على النبي وتيجي معايا. في الفيديو ده هقول لكم على افضل طريقتين لتنظيف بقع الشاي، سواء كانت في الملابس البيضاء او الملابس الملونه. هنبدا الاول بالملابس البيضاء، ودي افضل طريقه واسهل طريقه لتنظيف بقعه الشاي فيها، بطريقه سهله جدا ومبتحتاجش لاي مجهود او اي تعب. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه قدامكم في الفيديو اهوت. عملنا الشاي وحطيناه على قطعه الملابس، وكمان هجيب المكوه اهوت واحاول انشفها بحيث ان هي البقعه دي اتغسلت قبل كده، مثلا ان هي اتحطت في الغساله واتغسلت واتجففت او نشفت وبرضه البقعه لسه فيها اثر. وطبعا الناس اللي بتسالني دايما تقول لي بقعه الشاي والقهوه، بقعه الشاي والقهوه. بقعه القهوه ليها طريقه تانية خالص، وبقعه الشاي بيكون ليها طريقه تانية خالص. طريقه تنظيف بقعه القهوه انا عملتها طبعا قبل كده، وهتلاقوها في اللينك اللي ظاهر على الشاشه عندكم كده فوق، تقدروا تشوفوا الفيديو بتاعها. هنقول بقى بسم الله، وهنجيب اي حاجه فاضيه وهنفضي فيها شويه ميه سخنه تكون بتغلي، وبعد كده هنحط عليهم شويه كلور ابيض، اي كلور ابيض احنا بنستخدمه. طبعا يا جماعه انا ما بنصحش باستخدام الكلور الابيض، بس هو طبعا بيكون فعال في بعض الاحيان لتنظيف بعض البقع. وطبعا لما نيجي بنستخدم كلور ابيض بيكون معبي جاهز، بلاش نستخدم نهائي كلور خام. الكلور الخام يا جماعه فعلا بيدمر خامه الملابس، حتى الملابس البيضاء مع الاستخدام او مع استخدام الكلور عليها بيخليها بعد كده بتصفر، وبيكون صعب جدا ان هي ترجع بيضة تاني. وزي ما انتم شايفين اول ما حطينا بقعة الشاي في المية اختفت في ساعتها، وما بقاش ليها اي اثر من غير دعك ووجع دماغ او تعب او الكلام ده كله. بكرر تاني، الطريقة دي ما تنفعش الملابس الملونة، لان الكلور طبعا هيضر الملابس الملونة. الطريقة ديت للملابس البيضة بس. وزي ما انتم شايفين اهوت كأن مفيش اي اثر لبقعة الشاي. ده كان بالنسبة لتنظيف بقعة الشاي في الملابس البيضاء. اما بقى تنظيف بقع الشاي في الملابس الملونة، الموضوع برضو بيكون سهل جدا بس باختلاف المكونات بتاعتها. وطبعا الطريقة دي برضو تنفع للملابس البيضاء. هنجيب بقى الشاي بتاعنا اهوت وهنفضيه على الملابس مباشر برضو زي ما عملنا في الملابس البيضاء. بعد كده بقى هنجيب اي حاجة عندنا فاضية وهنفضي فيها برضو مية سخنة. المياه السخنة سواء كان للملابس البيضاء او الملابس الملونة مهمة جدا في تنظيف بقعة الشاي. بعد كده هنفضي عليهم شوية خل طعام وهنحط عليهم معلقة نشادر، واول ما هتفضوها هتلاقوها بتفور بالشكل ده كده. اهم حاجة بس نبعد عنها شوية عشان الريحة بتاعتها بتكون نفاذة شوية. بعد كده بقى بنحط عليهم شوية كلوريكس الوان، اي كلوريكس الوان احنا بنستخدمه عندنا في البيت. وبنجيب بعد كده بقى قطعة الملابس اللي فيها بقعة الشاي وبنحطها في الخلطة اللي احنا عملناها ديت، وبنحاول ان احنا نغطسها وبنحاول ان احنا نبلها كلها بالخلطة اللي احنا عملناها دي. وفي بعض انسجة الملابس بنضطر ان احنا ننقعها في الخلطة اللي احنا عملناها ديت لمدة مثلا من 5 ل10 دقايق. سهولة او صعوبة طلوع البقع من الملابس ده بيتحدد على حاجات كتير. اول حاجة حجم البقعة، تاني حاجة نوع او خامة الملابس، تالت حاجة البقعة اذا كانت قديمة او جديدة، او البقعة دي اتغسلت كام مرة. وطبعا زي ما في بقعة بتبقى سهل ان هي تطلع من الملابس، بيكون في بقعة صعبة جدا انها تطلع، وفي بقعة للاسف ما بتطلعش خالص. عشان كده مهم جدا ان احنا نحاول نعالج اي بقعة موجودة في الملابس قبل ما تتغسل الاول، وده بيكون من السهل جدا ان البقعة تنضف معانا مهما كان نوع البقعة. وده شكل القميص اهوت الحمد لله نضف ومبقاش ليه اي اثر. ما تنسانيش بقى بدعوة حلوة وتعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفاد.